البيت ده كله بايظ، ما فيهوش حاجة سليمة خالص، السرير لسه جديد وجوزها جاي علشان يصلح شوية حاجات. بيرن الجرس لكن الجرس ينفجر، فيبدأ يخبط على الباب، وبعد كذا خبطة الباب يقعوا على الأرض. أول ما يدخل الإطار كله بيقع لبره. يبدأ يصلح في السلم المكسور، وفجأة السقف يقع. مراته بتدخل الحمام، لكن بدل ما تنزل المية من الحنفية بينزل منه طين بتشد طوله، وفجأة يظهر راكون. الست تنادي على جوزها اللي بيصلح، يجري علشان يبعد الراكون وهو طالع السلم كله يبوظ، الدرج يتساقط، والدرابزين بيكون ضعيف ومش مستحمل، وفجأة السلم كله يقع وهو كمان يقع معاه. الراجل يمسك في السور ومراته تطلع بسرعة تساعده. الراجل يصرخ ويقول: ايه البيت اللي ما فيهوش حاجة وعدلة ده؟ وفجأة تدوس على ايده بالغلط فيقع تاني على السلم. يجي الليل والسقف كمان ينزل مية. الراجل يروح يرمي الحطب في المدفأة، تقوم المدفأة تقع لتحت. يجي الصبح الراجل عايز يعمل فطار، أول ما يشغل النور كله يولع شرار وكل حاجة تتحرق، حتى الخلاط يشتغل لوحده ويتحرق، وكل حاجة في البيت تبوظ. الفرن يخلي الفراخ تطير وتخرج من البيت وتنزل في جردل الزبالة، ويجيبوا جردل مية علشان يستحموا، يحطوه في البانيو يقع من الدور التاني، وفي الآخر الراجل يستسلم ويقعد يضحك